السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في لقاء الجمعة. اليوم معنا ضيف خفيف ولطيف، ماني قايل لكم اسمه، لكن خلنا نسمع صوته أول بعدين أقول لكم. بين جرح الماما وجرح ما درى والفكر صاب ذي سنا يصدق رباه في الخيال أسحار ليل الفجر وجر موال الحجر. كيف أبين عن شعوري واستهلاه في حديد ما عرفنا له مداوي. ضيفنا اليوم هو المنشد عبد العزيز الرجباني. عبد العزيز الرجباني أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي. نقول صباح الخير ولا مساء الخير يا عبد العزيز؟ مساء الخير يا أبو حسن عليك وعلى متابعينك. عبد العزيز، أنت تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في برامج التواصل الاجتماعي. هذه القاعدة كيف كونتها؟ والله الشعبية كونتها بأخلاقي بصوتي، وكنت أطلع كذا من فترة في المسرح في الإعلام، بس ما أحب الإعلام واجد. الواحد لما يجمع متابعين يمكن سهل، لكن انه يحافظ على المتابعين عنده دايم هذه صعب. المتابعين يا عبد العزيز يقولون كم متابعينك؟ كم وصلوا يعني؟ والله يا أبو حسن السناب فيه تقريبا 500,000 وشوي، أما انستغرام 200 وشوي، لأن السناب متفاعل فيه أكثر، أما انستغرام من فترة إلى فترة. واحد يسألني يا عبد العزيز، ازعاجنا تو الحين بالخاص، يقول قل له هو نصراوي بس ولا لا؟ طبعا أشجع الهلال طبعا وبرشلونة. متابعين عبد العزيز كلهم يذكرون المقطع اللي يوم انك تعصب، عصبت مرة على المتابعين، مو على المتابعين، على اللي يركبون عليك مقاطع، وجلست تهاوش وجلست تنافخ، يعني لهالدرجة يأثرون عليك هذول اللي يركبون مقاطع ولا لا؟ خصوص المقاطع اللي تركب علي، طبعا مو بكل المقاطع تركب، بعض المقاطع لا والله ما ضيق عادي، يعني شيء عادي، بس في مقاطع يعني مسيئة، بعضها مسيئة، فيضيقني هذا الشيء، الضايق. واحد يسأل يا عبد العزيز، يقول ليش ما نشوف عبد العزيز في مهرجانات؟ وش الموضوع؟ والله المهرجانات طلعت كذا مرة، بس ما أحب أطلع واجد الصراحة، يعني ودي بس ماشي. كثير يا عبد العزيز اللي يسألوني اليوم يقولون ايش سالفة عبد العزيز مع ولد عم ابو جركل ومع ابو جركل، علمنا وش الموضوع؟ صراحة أبو جركل هذا ما أعرفه، مسوين أنا واحد من أخوي برنامج، حطينا الرقم عشان يتصلون علينا اللي عندهم مشاركة زي كذا، فدق واحد من عيال عم أبو جركل، المهم قال أنا واحد من عيال عم أبو جركل، قلت أبو جركل، وانقطع الاتصال وانتشر المقطع. إلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة. ترقبونا إن شاء الله الجمعة الجاية مع ضيف جديد. عبد العزيز، كلمة توجهها لمتابعينك. متابعيني الله يحفظهم ويخليهم العين ترجيهم ويخليهم لي، والله اني اعشق متابعيني كلهم على راسي.